كل سنة وانتم طيبين وفي الخير دايما متجمعين. هنجدد حياتنا في العيد وهنجدد كمان نيتنا. العيد يعني صلاة العيد، وكلنا بنستعد طبعا لصلاة العيد بالاغتسال ولبس احسن الثياب. يعني نحن بنستحمى كده حماية العيد، وكلنا بنلبس لبس العيد طبعا، خاصة يعني الاطفال، مش احنا، الاطفال دايما هم اللي بيلبسوا لبس العيد. لازم اعرفهم ان دي سنة من سنن العيد، يعني احنا بنعملها علشان دي عادة عندنا، بس لازم ولادنا يعرفوا ان دي سنة من سنن العيد، ان حضرتك تغتسل، تاخد الشاور بتاعك وتلبس لبس العيد. ودي كده رقم 1. رقم 2، قبل ما ننزل لصلاة العيد لازم نحط حاجة كده في بقنا، حتى لو حاجة بسيطة جدا، يعني نفطر فطار بسيط حتى لو كانت تمراية. واعرف ولادي علشان ده اسمه عيد الفطر، يعني لازم حضرتك تفطر بعد شهر رمضان، وفي اليوم ده ما ينفعش ابدا حد فينا يصوم. ممكن لو حد هيصوم يبتدي ان هو يصوم من تاني يوم. ودي كده رقم 2. اما رقم 3، لما نروح لصلاة العيد لازم اعرفهم ان احنا لازم نكون حريصين جدا على التكبيرات، مش ان احنا نروح ونتكلم ونعمل من غير ما احنا نكبر، لا احنا نفضل نكبر واحنا كمان نعمل التكبيرات مع اولادنا. رقم 3، ما تنساش ان انت تعيد على اصحابك وعلى قرايبك، واوعى ابدا تدخل العيد وانت زعلان ولا حاطط في قلبك اي حاجة من ناحية اي حد. ودي كانت رقم 4 مش 3. اما رقم 5، لو ينفع ولو كان امكن ان حضرتك تروح وانت رايح تصلي صلاة العيد تروح من طريق وترجع من طريق تاني. طب ليه؟ علشان تعيد على اكبر عدد من الناس وتقول لهم كل سنة وانتم طيبين، او تحديدا كل عام وانتم بخير. ربنا سبحانه وتعالى يجعل حياتنا كلها اعياد في اعياد، وكل اللي احنا قلناه ده احنا بنعمله، احنا طبيعتنا كمصريين، ولكن لازم ان احنا نجدد نيتنا عشان ندخل العيد واحنا فرحانين وناخد حسنات كتير، ونعرف ان دي سنة من سنن العيد. ويا سلام بقى، احنا اول ما هنروح طبعا كلنا بنشرب الشاي بلبن بالكحك. ايوه، ما هو ده عيد الكحك، عيد الكحك والفسيخ والرنجة. يلا كل سنة وانتم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يسعد قلوبكم انتوا وكل حبايبكم. جدد حياتك وغير حياتك وخليك بسمة حب.